السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني طبعا من الفيديو اللي فات. معنا كده ربع فرخة هنعمل بيها الكمية دي كلها. مش تقول يعني انتوا هتبالغوا ولا حاجة، بس بجد هي هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معي كده ربع فرخة، صدر واحد بس من الفرخة، بس حوالي 350 جرام. كانت فرخة كبيرة شوية. هقطعها كده، عايزة اقطعها مكعبات. بعد ما اقطعها بالطريقة دي واخلص الكمية كلها تقطيع، هقول لكم هنعمل ايه. طبعا دي الكمية بعد ما قطعتها مكعبات، بس عشان اعرف افرمها معايا. كمية كبيرة يعني مش صغيرة برضو. ومعايا حتة دهنة صغيرة مش كبيرة برضو، لان طبعا صدور الفراخ ما فيهاش ايه دهون، فطبعا لازم اضيف عليها دهنة. ومعايا طبعا بصلة. معايا كده هفرم في الكبة كده هفرم صدر الفرخة والدهنة، هفرمهم مع بعض. يعني لو مش موجود الكبة ممكن تفرميها في الخلاط عادي. في دقيقة خلاط ممكن تفرميها، يعني مش أي حاجة بتمشي بيها وتخلط تعملي حاجتك بيها. فرمتها كده، وبعد ما افرمها هنزل بيها كده في طبق. افضي كل الكمية في الطبق. ومعايا كده معلقتين من البرغل، غسلتهم ونقعتهم حوالي ربع ساعة أو 10 دقايق. وصفيتهم كده وصفيتهم حلو، لازم تصفيها كويس. ومعايا كده بقدونس، هخرط البقدونس كده، مش كمية كبيرة ولا حاجة. هفرمهم كده مع البرغل والبقدونس، بفرمهم مع بعض. هحاول انا بعملهم كده اصفيهم، احطهم في المصفى كده، اشوف اي يعني تنزل منهم اي ميه. انا مش عايزه فيها اي ميه خالص. فرمت البصله وهصفيها برضو من الميه خالص كده. حاولي تتكي عليها كده، انا عايزه تفل البصل بس. والميه ممكن ايه عشان بس وانت ايه بتصبعي بيها الكفته، هتعوزي بس تبلي ايدك. نزلت بنص معلقه من الملح، وحوالي ربع معلقه فلفل اسمر، وكمون، 7 بهارات. طبعا لو انت عايزه تضيفي بهارات تانية دي حسب رغبتك، والبهارات ترجع ليكي، بس انا بحب اللي تكون البهارات بتاعتها خفيفه يعني. ومعايا حوالي اقل من ربع معلقه بيكنج باودر، ويعني ما بين صوابع كده بيكربونات الصوديوم او كربوناته. وهقلب كل الخليط ده مع بعضه. بعد ما اقلبه كده لو لقيته يعني طري معايا، هضيف معلقه او معلقتين نشا، بس ضيفي واحده واحده، يعني ما تضيفيش الكميه كبيره مره واحده، بعد كده اللي تلاقيها مش حلوه. انا طبعا عايزه اكل ايه، طعم الفراخ يكون ظاهر، فانا بس تتماسك معايا. وممكن بقلي كده ممكن ايه، بس طبعا لازم تضيفيها في التلاجة. طبعا انا خلصتها كده بالطريقه دي، هحطها في الفريزر حوالي ربع ساعه عشان انا مستعجله. انما لو انتي مثلا هتعمليها بدري بس قدامك وقت، ممكن تضيفيها في التلاجة. تاخد ساعة، ساعة ونص، حاجة حسب رغبتك يعني، أو حسب إيه. أو ممكن تبيتها من بالليل حسب ما أنت عايزة طبعا. بس طبعا عشان أنا مستعجلة فأنا عملتها على طول. مسكت حتة كده حوالي قد الليمونة الكبيرة، وصبعتها من غير عصاية شيش طاووق طبعا. وممكن عادي ممكن تصبعها بإيدك كده، وهتكون معاكي منفوخة وهشة وخلص كل الكمية. طبعا معايا الدهون اللي هي القماشة، مش عارفة بقولوا عليها اسمها ايه، طبعا الدهنة اللي هي الرقيقة ديت. فردتها كده في الصينية، وصبعت الكفتة كلها كده. ورحت حاطة كمية فوق منها من الدهنة برضو اللي هي الرقيقة ديت، هغطيها بقى. وطبعا أنا معايا الفرن كده مولعاه ومجهزاه، جاهز معايا. هخلص كده واحط فوق منها الدهون. هتشمي ريحة زي ما بقولها الطرب كده وحاجات يعني. فعلا ريحة كفتة الحاتي. طبعا الدهنة دي بتديها ريحة وطعم تاني. سبتها في الفرن، خدت حوالي 40 50 دقيقة حسب الفرن طبعا. ومعايا كده ايه طحينة. طبعا الكمية اللي انت عايزة تعمليها، ومعاها علبة زبادي. ضفت عليها فلفل أسمر وبهارات وملح. والمية دي طبعا انت بتزوديها بالراحة، واحدة واحدة كده، بس عشان كانت عندي معايا الطحينة مطلعاها من التلاجة، فكانت جامدة شوية، فاخدت معايا وقت. وقلبتها كده وجهزتها معايا. كانت الكفتة طلعت معايا زي ما انتوا شايفين، متحمرة من فوق ومن تحت. شايفينها عاملة ازاي، ومنفوخة ما خستش. والصابع قد ايه يعني فعلا. وهقطمها قدامكم بس عشان سخنة، وطبعا هتشوفوها مستوية ازاي من جوه، عاملة ازاي وهشة ومنفوخة. تحسي ان انتي ماسكة هوا في ايدك. وبجد طعمها تحفة وعجبت الكل. وبالهنا والشفا طبعا للي ده وللي شاف.
طريقة سهلة وبسيطة، مش خدت مننا وقت ولا مجهود، وبصدر فرخة عملنا كمية كبيرة تكفي. ممكن تعملها على سفرة مع عزومة برضو، هتشرفك برضو، هتبقى حلوة. طبعا انتوا شايفينها عاملة ازاي، وزوقتها كده بحبة بقدونس والطحينة. عايزاها تعملها سندوتشات، تعملي مكرونة تاكلها زي ما انت عايزة، بالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ويا ريت تكتبوا لنا كده كومنت حلو ظريف منكم كده. ويا رب يحوز عجبكم، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم.